جربي بقى تعملي الرمان بالطريقه ديت، طعمه حلو جدا. هاتي كميه الرمان اللي انت عايزاها وضيفي عليها معلقتين كبار كده من السكر، وبيتي الرمان كده في التلاجة بالسكر او حوالي 4 ساعات كده، يعني لو انت مستعجله عليه. بعدين بتلاقيه بيديكي صوص كده حلو جدا، يعني هو ممكن يتاكل كده حاليا. هنعمل له احنا اضافه حلوه قوي. هنجيب كيس من جيل الفراوله بالشكل ده، وهضيف عليه كوبايه من الميه المغليه، اقلبهم كويس مع بعض الاول، وبعدين اضيف عليه كوبايه من الميه المتلجه، وبعدين انزل بالخليط ده بقى على الرمان، وهتاكلي احلى رمان، او هتشربي عصير رمان بمعنى اصح. الكوبايه بتتباع في المحلات بره، طبعا احنا مش ضامنين النظافه يعني بمبلغ يعني. جربوه بالطريقه ديت، حلوه قوي، هتعجبكم انا متاكده ان شاء الله. وانتوا عارفين فوائد الرمان كده. ممكن كمان لو ما انتش عايزه تشربيه عصير بالشكل ده، هتدخليه التلاجة ساعتين او 3 ساعات، بيتماسك معاكي الجيلي، وبتاكليه مع الجيلي كده بيبقى طعمه حلو قوي. اتمنى تعجبكم، ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت حلو مني.